بيبدأ الفيلم في بيت عيلة أنتون، وأبوه وأمه بيكونوا داخلين يناموا وبيطفوا النور عشان يناموا، بس أمه بتصرخ فجأة وبتلاقي مكتوب على السقف أنا تحت السرير، وجوزها بيكون متفاجئ وبيطلع الكشاف وبيبص تحت السرير وبيقول لها مفيش حاجة تحت. تلاقي أنتون بيهزر معانا وبتقول له ابني حبيبي عمره ما يعمل معانا كده، فبيقول لها أهو الدلع بتاعك ده هو اللي خلاه عيل فرفور، ولو البيت ولع بينا هيفضل طول اليوم قاعد على الكنبة. وبتقول له أنا سامع صوت حاجة بتخبط تحت، فجوزها بينزل بالكشاف تحت وبتلاقيه اتأخر، تنزل تشوف اللي بيحصل وبتتكعبل وهي ماشية تحت، ولما بتقعد بتلاقي دم في الارض وبتطلع تجري عشان تنادي على انتون بس مش بيرد، وبترجع الاوضه عشان تتصل بالبوليس بس بتلاقي الخط قطع وبتتسحب تحت السرير وفي حد بيقتلها. وتاني يوم انتون بيصحى من النوم والسماعات في ودنه وبيشغل الاغاني وبينزل عشان يفطر، وبوتس القطه بينزل وراه على السلم وبيلحس الدم اللي على الارض، وانتون بيحضر الكورن فليكس وبينادي على امه وبيقول لها اللبن خلص، وبيلاقي محدش بيرد عليه فبيفتكر ان مفيش حد في البيت وبيروح يقعد على الكنبه ويشغل التلفزيون وبيسمع اخبار ان في سفاح في منطقتهم قتل 4 لحد دلوقتي، وما بيكونش مركز مع الخبر وبيقعد يشرب مخدرات، بس بيلاقي المخدرات اللي معاه خلصت فبيكلم صاحبه ميك وبيقول له ما تجيب لي حته من عندك ونقعد نخمس فيها مع بعض. فميك بيقول له انا مش شغال خدام عندك، تعالى البيت وخد الحاجه اللي انت عايزها، وبيخرج بره عشان يعدي على ميك وبيسلم على راندي جاره، وبيخش من الشباك وبيشوف ميك وبوب قاعدين مع بعض وبيقول لميك هات الحاجه، فبيقول له الدفع مقدما، وبوب بيقول له سمعت انك لو حطيت كاجو على الحاجه هتعمل دماغ عاليه قوي، وميك بيقول لانتون انت قاعد طول النهار مش بتعمل حاجه غير انك تضرب وتتفرج على التلفزيون، انت ازاي عايش كده؟ وبوب بيقول له وفي الاخر اهلك هيطردوك من البيت، فانتون بيقول له ان هو ما شافش اهله من كام يوم وغالبا سابوه وسافروا، فميك بيقول له ممكن يكون السفاح اللي في المنطقه قتلهم، وانت ما شفتش الاخبار ولا ايه؟ وميك بيحكي له على الناس اللي قتلهم السفاح في المنطقه، وانتون بيشوف مولي وهي سايقه الموتوسيكل وبنعرف ان هو معجب بيها من زمان ومكسوف يكلمها، وبوب بيقول له ما تبطل جبن وتروح تكلمها حتى عرفها اسمك، وميك بيقول له اعزمها على حفله الهالوين اللي هتتعمل عندنا، وانتون بيلاحظ ان في كتاب وقع منها وهي ماشيه وبيروح ياخد الكتاب وبيخبط عليها، واول ما بتلاقي معاه الكتاب بتشكره عشان رجعه، وانتون بيتوتر ومش بيقدر يكلمها وبيطلع يجري. وبعدها بنشوف واحده من الدير اسمها ديبي وبتروح السجن عشان تدور على واحد ملبوس، بس اول ما بتوصل السجن بيكون الراجل مات، وبنعرف ان هي بتدور على واحد ملبوس بشيطان بيقتل الناس، وبتلاقي ان كل جرائم القتل متجمعه في المنطقه بتاعت انتون، وبنشوف انتون راجع من السوبر ماركت وبيحس ان في حد بيراقبه وهو ماشي وبيكون خايف وبيقع على الارض وبيلاقي 2 ضباط وراه، والظابط بيكون عارفه وبيقول له ايه اللي خلاك تعدي من هنا، وبيقول لهم على فكره انا عارفكم من ايام ما كنا في ثانوي، والاتنين بيرخموا عليه وبيزنقوه على السور عشان يتفتش، وبيلاقوا في جيبه كيس مخدرات وبيقولهم بس ده فاضي، فبيكتبوا عليه غرامه $200، وانتون بيروح يلف المخدرات في ورقه الغرامه، وبيكون قاعد يتفرج على التلفزيون وبيسمع صوت جاي من فوق فبيطنش وبيكمل فرجه، وبيروح المطبخ يعمل سندوتش وبيتصدم اول ما بيلاقي السكينه فيها دم ويفتكر ان السفاح موجود في بيته، وبيلاقي القط بتاعه ماسك عين بني ادم بياكل فيها، فبياخد الكلب بتاعه بيطلع فوق وهو مرعوب، وبيتخض اول ما بيلاقي واحد بره وبيطلع يجري وبيخش هو والكلب قطه وبيغطي نفسه بالملايه، وبيشوف الجمله اللي على السقف وبيفتكر ان في حد تحت السرير فبيطلع يجري، وبيخبط في تماثيل قرع العسل بتاعه الهالوين وبيتصدم اول ما بيعرف ان دول جثه ابوه وامه، وبيطلع يجري بره وبيقابل ميك وبوب في الجنينه وبيدخلهم عشان يشوفوا جثه ابوه وامه، وبوب بيفتكروا عامل فيهم مقلب علشان الهالوين بس بيطلعوا ميتين بجد، وميك بيلاقي حته من تيشيرت انتون في ايد ابوه، وانتون بيلاقيها مقطوعه من التيشيرت بتاعه، وميك بيتاكد ان انتون هو اللي قتلهم وبيروح يكلم البوليس عشان يبلغ عنهم، لكن انتون بيكسر التليفون وبيقول له انا لو عملت كده كنت اكيد هفتكر، وميك بيقول له طب خد اشرب دي وروق كده شويه، بس انتون بيكسر الازازه وبيرشقها في دماغه، وبوب بيشوف اللي حصل وبيكون خايف منه، وانتون بيقول له انا ما كانش قصدي ومش عارف عملت كده ازاي، وفجاه بيلاقي ايده بتتحرك وبتقفل باب البيت، وبوب بينزل البدروم وبيقفل على نفسه، وانتون بيروح وراه وبيكسر الباب بايده وبيحاول يمنع نفسه عشان ما يقتلش بوب، وبوب بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ فبيقول له مش انا، دي ايدي وانا مش حاسس بيها وهي بتتحرك ومش قادر اسيطر عليها، وبيقول له اهرب بسرعه قبل ما تقتلك، وبوب بيطلع يجري وانتون بيمسك منشار وبيحدفه عليه فبيقطع رقبته وراسه بتتخلع من مكانها وبتقع عند رجله، وانتون بيجي له انهيار عصبي وما بيكونش فاهم اي حاجه، وبيشغل التلفزيون وبيلاقي الايد بتاعته بتاخد منه الريموت وبتتحكم فيه، والقط بيجي جنبه فبيقول له ابعد عني دلوقتي، والايد بتمسك القط وبتطيره في الهواء بره البيت، وبيروح عند جنينه مولي عشان يدور على القط، والايد بتسحبه وبتخليه يرن الجرس عليها، ومولي بتخرج وبتقول له انت مش كبرت على الحركات دي؟ فبيقول لها انا ما كنتش اقصد بس انا كنت بدور على القط بتاعي، فبتقول له انا عارفه انك خجول فسيبك من شغل اللف والدوران ده وتعالى لي دغري، ومولي بتدخله اوضتها وبتقول له انت ما اديتنيش فرصه عشان اشكرك لما رجعت الكتاب، وانتون بيكون متوتر وبيحاول يسيطر على ايده، وايده بتمسك السكينه عشان تقتل مولي فبيمنعها بالعافيه، وايده بتتحرش بيها لكنها بتكون مبسوطه، وبيقول لها انا مش هينفع ابقى موجود هنا في خطر عليكي، فبتقول له الشارع اخطر من هنا في سفاح بره، وبعدها بيروح يربط ايده بسرعه في السرير، وديبي بتكون رايحه
المنطقه والطريق زحمه، وبتقول لهم وسعوا الطريق في شيطان لازم اقبض عليه. واهل مولي بيوصلوا البيت فبيقول لها انا لازم امشي، وفي الاخر بيتفقوا هيروحوا حفله الهالوين مع بعض. وبعدها بيروح يدفن ابوه وامه واصحابه في الجنينه، وبيقول لهم انا اسف يا جماعه بس ما كانش قصدي اعمل كده، وانا هحاول اتغير بس عايزكم تسامحوني كلكم. وبيقول لاصحابه مش هنسى كل الاوقات اللي شربنا فيها مخدرات مع بعض. وفجاه بيسمع صوت ميك جاي من بعيد وبيقرب من الارض، فبيسمع صوت ميك بيقول له خرجني يا جدع مش قادر اتنفس. وانتون بيقول له انت ازاي بتتكلم وانت ميت؟ فبيقول له انا مش ميت، انا دخت من الضربه اللي خدتها على دماغي. وميك بيخرج من الارض وبيكون شبه الزومبي، وبيلاقي جثه بوب خارجه هي كمان بس من غير راس، وبيضرب انتون بالجاروف في دماغه فبيغمى عليه. وبعدها بيصحى انتون في السرير وبيفتكر ان كل ده كان حلم، وبينزل تحت وبيلاقي ميك بيتفرج على التلفزيون، فبيقول له انتوا طلعتوا عايشين، انا حلمت امبارح اني قتلتكم ودفنتكم في الجنينه. وبيتصدم اول ما بيعرف ان ده ما كانش حلم. وبوب بيقول له انا اسف اني ضربتك بالجاروف، وبيقول لهم انتوا ازاي بتتكلموا كده وانتوا ميتين؟ وميك بيقول له انت قتلتني وانا ما كنتش متخيل انك تعمل كده، بس انا خلاص مسامح. وانتون بيلاقي جسم بوب في المطبخ وراسه على الكرسي، وبيقول له انت اتحولت زومبي وجاي تقتلني عشان تنتقم. وبوب بيقول له احنا ميتين بس مش بنأذي الناس زيك. فانتون بيقول له انا ما كنتش اقصد اقتل حد، مش انا، دي ايدي. وفجأة بيلاقي الايد بتمسكه من شعره وبيقول لهم ان هي ملبوسه. وميك بيقول له روح لراندي يمكن يساعدك. وراندي بيكون موجود في جنازه وبيشوف بنت بتعيط على اصحابها، وبيروح يلطف معاها الجو عشان يركبها في عربيته. وانتون بيجي فجأة وهو مخبي ايده وبيقول له عايزك تساعدني. وفي الاخر البنت بتمشي فبيقول له كده طيرت مني المصلحه. وانتون بيدخل المطعم وبيعمل نفسه شغال هناك، وراندي بيجي يطلب اوردر وانتون هو اللي بيرد عليه وبيقول له انت بتسمع اغاني بتاعت عبدة الشياطين كتير، مفيش مره في حاجه لفتت نظرك كده؟ وبيعرفه ان ايده ملبوسه. فراندي بيقول له الحل الوحيد انك تبقى مشغول طول الوقت، لانك زي ما انت عارف الايد البطاله نكسه. وبعدها انتون بيرجع البيت وبيشغل ايده بالخياطه. وميك بيقول له راندي قال لك اشغل نفسك مش تقعد تخيط. فبيقول له ده الحل الوحيد في الوقت الحالي. والاثنين الظباط بيعدوا من قدام البيت بعد ما سمعوا دوشه، وبيبصوا من الشباك وبيلاقوا جثه ميك وراس بوب مقطوعه، وبيعرفوا ان انتون هو القاتل. وواحد فيهم بيقول له احنا نطلب الدعم، والتاني بيقول له ما تبقاش غبي، احنا لو قبضنا على السفاح ده هنشتري في المنطقه كلها. وبيخشوا على انتون وبيهددوه بالسلاح وبيرفع ايده وهو بيخيط، وواحد منهم بيضرب رصاصه بالغلط في دماغ بوب. وميك بيقول لانتون اقتلهم واخلص منهم. فبيقول لهم انا مش عايز اقتل حد منكم. فميك بيقول له طب ما انت كده هتخش السجن. فبيقول له اخش السجن احسن ما اقتل حد تاني. وبينادي على الضابط عشان يلبسه الكلبشات، والضابط بيقرب منه بس ايد انتون بتغرز الابره في دماغه وبيموت، وبتاخد المسدس الكهرباء وبتكهرب الضابط التاني وبتموته. وميك بيقول له واضح ان الابره والخيط ما عملوش حاجه. وانتون بيقرر يقطع ايده عشان ما يحصلش حاجه تانية، وبيروح على المطبخ وبيحاول يقطعها باي حاجه، وبيجيب الساطور وايده بتفضل تهرب منه لحد ما بيخلي بوب يعضها وبيقطعها بسرعه. وميك بيجيب المكوه وبيقول له اكوي الجرح قبل ما تنزف دم كتير، وبيجيب شاش وقطن عشان يلف الجرح، وبيقول له هروح انا وبوب البيت نجيب شنطه الاسعافات الاوليه ونيجي. وانتون بيلاقي الايد اختفت من على الارض ومكتوب على الارض بالدم هتندم على الحركه دي يا انتون. وفي نفس الوقت مولي بتخبط على الباب عشان يروحوا الحفله، وبيقول لها اوعي تدخلي دلوقتي استني لما اخرج. والايد بتهجم عليه وبتمسكه من وشه، ومولي بتقول له يلا احنا كده هنتاخر. وفي الاخر بيحبس الايد في الميكروويف لحد ما تتشوي، وبيخرج لمولي وبتفتكر ان هو متنكر في شكل واحد ايده مقطوعه. وبوب وميك بيرجعوا البيت وبينادي على انتون، وبوب بيقول له خد سخن ده في الميكروويف. وميك بيقول له استنى هعمل لك حاجه تعجبك، وبيحط شوكه في رقبته وبيثبت راسه في جسمه تاني. واول ما بيفتحوا الميكروويف الايد بتهرب من الشباك. وانتون بيقول لمولي انا لازم ارجع البيت دلوقتي عشان اهلي لو رجعوا البيت دلوقتي هينفخوني، وخليك انت في الحفله مع اصحابك وهرجع لك بسرعه. وانتون بيرجع البيت وبيعرف ان الايد هربت تاني. وراندي بيكون في صاله البولينج وبيشوف ديبي هناك، وبيروح يعزمها على مشروب وبيتعرف عليها، وبتقول له ان هي اتربت في الكنيسه وبتحارب الشياطين، وان في شيطان خرج من عندهم وبيدور على اكتر واحد كسول، ولما بيخش جسمه بيفضل في ايده لحد ما يتحكم فيها بالكامل، ومستعد يقتل اكبر عدد ممكن من البشر وبعدها يسحب روح بريئه للعالم السفلي. وانا دلوقتي بدور على الراجل اللي عنده ايد ملبوسه. وراندي بيقول لها انا قابلت انتون صاحبي النهارده الصبح وقال لي ان ايده بتعمل حاجات غريبه ومش عارف يتحكم فيها. وديبي بتركب معاه العربيه عشان تروح لبيت انتون. وانتون لما بيرجع البيت بيلاقي الايد كاتبه انها هتاخد مولي، وبيقول لميك وبوب ان الايد راحت الحفله عشان تقتل مولي. فبوب بيقول لميك تعالى نروح احنا شكلنا جامد بالجثث دي. وميك بيقول لانتون انت عملت اللي عليك وقطعت الايد، ومن رايي كبر دماغك منها وروح عيش حياتك. فانتون بيقول له انا خلاص زهقت من الكسل اللي انا عايش فيه ولازم اتصرف. فميك بيقول له مفيش وقت يلا نلحق الحفله. وراندي بيوصل البيت مع ديبي وبيقول لها هو اللي بيجري معاهم هناك اهو، وبتقول له خليك هنا عشان الموضوع فيه خطر. فبيقول لها طب الحقيهم بسرعه قبل ما يسرقوا عربيتي. وانتون بيخش يدور العربيه بتاعت راندي وبيرجع لورا، وديبي بتكون واقفه وراهم وبتقول له استنى. وفي الاخر بيخبطها بالعربيه وبيغمى عليها، وراندي بيروح يديها تنفس صناعي فبتصحى تاني، والايد بتروح الاثنين في العربيه بتهجم عليهم وبتقتلهم. وانتون واصحابه بيوصلوا المكان وبيلاقوا العربيه اللي مات فيها الاثنين وبيعرفوا ان الايد كانت هنا. وبيقول لميك وبوب ادخلوا انتوا الحفله واحموا مولي. والحفله بتكون بدات والشباب كلهم بيرقصوا مع بعض، ومولي بترقص مع صاحبتها بس بتكون سرحانه، وصاحبتها بتقول لها هو انت قلقانه من ايه؟ فبتقول لها انا كنت فاكره ان هو هيجي هنا دلوقتي. فبتقول لها انا هروح
اجيب حاجه نشربها. والبنت بتقابل بوب وميك وهم داخلين وبتقول لهم انتوا شكلكم رهيب، مين اللي عمل لكم الميك اب ده؟ فميك بيقول لها انتون هو اللي عمله لنا. والبنت بتقول لبوب تعالى نرقص وبيوافق. وميك بيقول له ركز احنا المفروض ندور على مولي. فبيقول له تعالى نرقص بس شويه وبعدين نبقى ندور على مولي. والايد بتخش على مدير الكليه اللي عامل الحفله وبيكون قاعد بيتكلم في التليفون، وبتخش في البنطلون بتاعه وبتهجم عليه. وانتون بيسمع الصوت وبيخش يلاقيه مقتول. وراندي بيوصل الحفله مع ديبي وبيلاقي عربيته، وديبي بتقول له سيبك من العربيه وتعالى ندور على انتون. والايد بتكون في مكتب المدرسين وبتسن ضوافرها، وديبي بتخبط في انتون وهي داخله وبتقول له انا عارفه كل اللي بيحصل لك وجاي اساعدك، وبتطلع الخنجر عشان تقتله وبتقلبه على الارض. وراندي بيوصل المكان فبتقول له لازم صاحب الايد يموت عشان الشيطان يخرج. وانتون بيعض ايديها وبيحاول يهرب، وراندي بيمسكه بيقول له انت ازاي تسرق عربيتي، وبيكتفه عشان ديبي تقتله بالخنجر. بس بيقول لها ان الشيطان خرج منه لما قطع ايده، وبتقول له انت غبي ازاي خليته يهرب منك. فبيقول لها انا لازم الحقه قبل ما يقتل مولي. وديبي بتقول له الشيطان لو وصل لصاحبتك هياخدها معاه للعالم السفلي لما الساعه توصل 12 بالليل. وانتون بيقول لها لسه الساعه ما وصلتش 9 اكيد معانا وقت. فبتقول له التوقيت ده غير توقيت الشيطان، وبتطلع الساعه بتاعتها وبتقول له فاضل 6 دقايق بتوقيت الصحراء. وبيخشوا الحفله عشان يدوروا على مولي، بس الايد بتكون وراهم ومتعلقه في الباب. وانتون بيطلع على المسرح وبياخد المايك من المغني وبيقول لهم في قاتل مجنون في الحفله ولازم كله يرجع بيته دلوقتي. والايد بتقفل الباب من جوه عشان محدش يخرج، ومحدش بيصدق كلام انتون وبيحدفوا عليه الكوبايات. والمغني بيبعده علشان يرجع يكمل غنى تاني، بس فجاه الايد بتهجم عليه وبتقطع فروه راسه من فوق، والناس كلها بتصوت وبيطلعوا يجروا بسرعه. والايد بتقطع مواسير الاضاءه وبتقع عليهم من فوق. ومولي بتقول لصاحبتها انا لازم اروح لانتون، فبتقول لها سيبك منه هو هيعرف يتصرف. وبتروح لفتحات التهويه عشان يهربوا منها. والايد بتروح لفتحه التهويه وبتمشي ورا مولي، ومولي بتمشي مع صاحبتها في الفتحات لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام مروحه والطريق مسدود. فبتقول لها مش هنعرف نعدي من هنا ممكن تقطعنا. ومولي بتاخد الجزمه بتاعت صاحبتها وبتقربها من المروحه وبتثبت المروحه بالجزمه وبتكسر الشبكه اللي تحتها. وصاحبتها بتقول لها المسافه بعيده ولو نطينا هنموت. ومولي بتربط حبل فوق وبتنزل من الفتحه. وفي نفس الوقت ميك وبوب بيخشوا في الفتحات، وميك بيقول له كنا هنتحرك براحتنا لو خسيت شويه. وبوب بيسمع صوت تانية وبيقول له تعالى ننقذها. ومولي بتكون نزلت تحت وتانية خايفه تنزل، والايد بتكون وصلت وبتهجم عليها وبتوقعها من فوق، والحبل بيلف حوالين رقبتها وفي الاخر بيرفعها والمروحه بتقطعها وبتموت. ومولي بتهرب من المكان وبتروح عند المكتب، والايد بترمي حاجه فوق دماغها. وانتون بيوصل المكان هو واصحابه وبيلاقي مولي متكتفه فوق عربيه، والايد بتحاول ترفع الونش عشان تلزقها في السقف وتموتها. وبيهجموا عليها هم الثلاثه عشان يوقفوها. وميك وبوب بيلاقوا شكمان كبير فبياخدوه يشربوا فيه مخدرات. وانتون بياخد نفس طويل وبينفخوا في الايد لحد ما تدوخ. وديبي بتوصل المكان وبترمي خنجر على الايد وبتموتها. وانتون بينقذ مولي والعربيه بتقع فوقيه بس بيكون لسه عايش. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعت. سلام.